ازيكم؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم لكل ست من بعد ما تعمل اختبار الحمل على طول. هو ده اللي بيشغلها، يا ترى انا حامل في ولد ولا في بنت؟ يا ترى في علامات نقدر نعتمد عليها يعني تزود الشك، غالبا انا حامل في ولد او غالبا انا حامل في بنت المره دي. بس قبل اي حاجه، انا دكتوره ياسمين سعيد، اخصائيه نساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. يلا بينا نبتدي. طبعا في كلام كتير جدا في الموضوع ده، ويعني الستات ديت بيقولوا لبعض، وفي فيديوهات على النت موجودة الناس على طول بتتكلم ايه العلامات لو حامل، لو ظهرت عندك يبقى غالبا حامل في ولد او في بنت. هل في فعلا علامات نقدر نعتمد عليها وهي ايه لو في العلامات دي، وايه العلامات اللي ما نقدرش نعتمد عليها؟ الاول هنتكلم على العلامات اللي هي ملهاش اي اساس علمي وما نقدرش نعتمد عليها، لان هي بتحصل في كل الحوامل. يعني اي واحدة بتحمل معرضة ان يحصل لها كده، سواء حامل في ولد او في بنت. زي ايه العلامات دي؟ الحاجات اللي مشهورة اللي الناس على طول بتقولها، ان لو ظهر مثلا شعر عندك زيادة في الجسم، يبقى انت غالبا كده حامل في ولد، لان هرمون التستوستيرون بيزود الشعر في الجسم. الحقيقة مفيش اي اثبات علمي ان لو الشعر زاد عندك في الجسم يبقى انت كده حامل في ولد، او ان هرمونات الولد اللي بتطلع عنده بتأثر عليكي وتطلع لك شعر زيادة. وفي ستات كتير جدا بتجيلي العيادة وحامل في بنات وعندها شعر زيادة في الجسم بعد ما حملت، واللي بيحصل ده بسبب هرمونات الحمل عامة. لو جلدك دهني طالع لك حبوب حب شباب، يبقى انت كده حامل في بنت، عشان خاطر هرمون الاستروجين بيزود الدهون اللي في الجلد. برضو ملوش اي علاقة، هرمونات الحمل هي اللي بتزود الحبوب، وممكن تبقي حامل في ولد او في بنت ويطلع لك حبوب في جلدك عادي. العلامات برضو المنتشرة جدا، ان انت لو بطنك عالية تبقي حامل في بنت، ولو بطنك نازلة تبقي حامل في ولد. شكل البطن ده بيعتمد على انت بطنك اصلا قويه او لا، والده كم مره طبيعي او قيصري. طبعا الطبيعي بتفرق عن القيصري. والده كم مره، و يعني انت اصلا وزنك زايد ولا لا. كل العوامل دي بتاثر في شكل البطن، مش خالص النوع. طبعا من الحاجات اللي بتتاخد كمسلمات هي حركة البيبي. لو البيبي اتحرك من بدري، من نص التالت مثلا، غالبا ده ولد، انما لو اتحركت متأخر يبقى غالبا دي بنت. طبعا الموضوع ملوش اي علاقة بنوع البيبي. الحقيقة الموضوع بيختلف حسب مكان المشيمة في كل حمل. لو المشيمة في الجدار الامامي للبطن غالبا هتحسي الحركة متأخر. غير كمان كمية الدهون اللي في جدار البطن بتأثر وبتأخر احساسك بالحركة. عشان كده انت ممكن تكوني نفس الشخص وبيختلف معاكي الاحساس بالحركة من حمل للتاني حسب وزنك وحسب مكان المشيمة، انما نوع الجنين ملوش اي علاقة. من الحاجات التانية برضو اللي هي منتشرة، ان انتي شعرك لو وقع، لو انتي شعرك بيقع يبقى انتي حامل في بنت، انما لو شعرك تقيل وجميل يبقى انتي حامل في ولد. برضو ملاش اي اساس علمي. بالعكس، التستوستيرون يعني لو بقى ماشي مع النظرية اللي انتوا بتقولوها ان الحامل في الولد بيطلع تستوستيرون، التستوستيرون اصلا بيوقع شعر الراس، بيزود شعر الجسم ويوقع شعر الراس. فبالتالي ان انتي شعرك تقل في الحمل ده ملوش اي علاقة بالنوع اللي انت حامل فيه. وهو غالبا معتمد اكتر ان انت ابتديتي تهتمي تاكلي اكل صحي، وان انت ابتديتي تاخدي فيتامينات. فممكن يكون شعرك تقل بسبب كده، ولو وقفتيها بعد الحمل الموضوع شعرك هيرجع يقع تاني. انا اكيد حامل في ولد، لاني على طول بيبقى نفسي في حاجات حادقه، او انا حامل في بنت لان انا على طول نفسي في حاجات مسكره. الموضوع ملوش اي علاقه. 50 90% من الستات بتحس بالكريفنج، يعني ان هي نفسها في حاجه، يا اما حادقه يا اما مسكره يا اما مشطشطه يا اما يعني نسبة كبيرة جدا من الحوامل بيجي لها الشعور ده. انما الحاجة اللي نفسها فيها دي ملوش اي علاقة بالنوع. ممكن في اول 3 اشهر كمان الاحساس بالغممان والغثيان يخلي ان انت عايزة تاكلي حاجات حادقة اكتر. فالموضوع ملوش اي علاقة بالنوع، ولا في اي ابحاث تثبت ان هو في الولاد حاجات حادقة اكتر وفي البنات حاجات مسكرة اكتر. غير كلام كتير بيتقال، لو وحشيتي تبقي حامل في ولد، ولو مناخيرك كبرت تبقي حامل في ولد. وطبعا الكلام ده ملوش اي علاقة. هو للاسف هرمونات الحمل بتغير فعلا في الشكل، لان هرمون البروجستيرون بيجمع ميه في الجسم، فممكن يخلي شكلك ان انت شكلك منفوخ، شكلك مناخيرك كبيره، انما الموضوع ده ملوش اي علاقه بنتي حامل في ولد او في بنت. طبعا هتطلع واحده هتقول لي لا، انا حصلت معايا العلامات دي وانا كنت حامل في ولد على فكره، طلع لي شعري زياده ومناخيري كبرت. طبعا دي صدفه بحته، عادي ممكن كنتي تكوني حامل في بنت برضو وتحصل لك نفس الاعراض. وفي ستات بتجيلي وعندها نفس الاعراض دي وبتبقى حامل في بنات، فهي بالتالي ملهاش اي علاقه ومش مرتبطه بس بالحمل في ولد. طبعا في اختبارات يعني متوارثه في الطب الشعبي، والستات بتقولها لبعضيها، زي مثلا ان انت تحطي البول بتاعك على قمح وشعير. لو القمح نبت يبقى انت حامل في بنت، ولو الشعير نبت يبقى انت حامل في ولد. الحقيقه في دراسات اتعملت على الموضوع ده وطلع ان هو ملوش اي اساس، و
مجرد صدفة بحتة. وفي كمان ان انت ممكن تحطي البول على بيكربونات، ولو فار البيكربونات تبقي حامل في ولد، لو ما فارش يبقى انت حامل في بنت. الموضوع ده بيعتمد ان لو البول بتاعك حمضي وانت حطيتيه على البيكربوناتو زي اي سائل حمضي هيعمل فوران، يعني ملوش اي علاقة بانت حامل في ولد ولا بنت. طب ما فيش اي علامات نقدر نعتمد عليها؟ الحقيقة في علامتين اتعمل عليهم ابحاث كتير واثبتت ان هم لو ظهرت عندك العلامات دي فغالبا انت حامل في ولد او في بنت. انما طبعا ما فيش اي حاجه بتقول انه اكيد انت حامل في ولد او في بنت. ايه هي العلامات وبتبقى اعلى في الولد ولا في البنت؟ القيء المستعصي او الغثيان ده بيكون اعلى لو انت حامل في بنت. طبعا الغثيان والقيء والترجيع المستمر ده عند نسبه كبيره جدا من الحوامل، انما لقوا في الابحاث دي ان هو مرتبط اكتر بالحمل في بنات، وبيكون اشد ومعدله اعلى لو انت حامل في بنت. طب ايه هي العلامه التانية؟ ان انت تكون شهيتك مفتوحه للاكل وعايزه تاكلي بكميه كبيره، ومش بقول ان انت وزنك يزيد خالص، لا، ان انت بس يبقى نفسك مفتوحه للاكل وعايزه تاكلي اكتر. دي مرتبطه بالحمل في ولاد. هما دول الحاجتين الوحيدين اللي اتعمل عليهم ابحاث ولقوا ان هما ليهم علاقه فعلا بان انت حامل في ولد او في بنت. طبعا ده مش معناه ان مفيش ستات حامل في ولاد عندها قيء مستعصي ومكمل كمان معاها لحد التاسع. بتحصل معايا يوميا في العياده، بيجي لي حالات حامل في ولاد وبرده عندهم قيء مستعصي عادي جدا، او ان واحده تكون شهيتها مفتوحه وهي برده حامل في بنت. دي مجرد زي ما بنقول نسب، يعني نسبتها اكتر في البنات، انما بتحصل في الولاد برده عادي جدا. طبعا اهم حاجه ولازم نقولها، يعني ما ينفعش ابقى دكتوره نساء ما اقولهاش في الفيديو، هو ان احنا نعمل سونار من الشهر الرابع او حتى من اخر الثالث وهيظهر معانا النوع. في الاخر كله طبعا رزق من ربنا، ونقول الحمد لله ايا كان النوع اللي هيجي لنا. والفيديو ده لمجرد يعني للستات اللي عندها فضول ونفسها تعرف من مجرد العلامات قبل ما ميعاد السونار بتاعها يجي. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا وعرفتوا ايه العلامات اللي هي مفيده شويه، وايه هي العلامات اللي هي مجرد صدفه بحته لو حصلت مع واحده سواء حامل في بنت او في ولد. في اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي في الكومنتات عندكم حاجه من العلامات دي ولا لا، وحصل معاكم في حمله قبل كده ان انتوا جالكم اي حاجه من الاعراض دي وطلعت فعلا طلعتوا فعلا حامل في ولد ولا في بنت. وتابعوني دايما، انا دكتوره ياسمين سعيد.